الصحافة الجنوب أفريقية تفجرها، موسيماني يرفض كل العروض المقدمة له انتظارا لموقف النادي الأهلي من إمكانية ضمه في حال رحيل كولر. تعرف على ما حدث. انتشر خبر في الصحافة الجنوب أفريقية يؤكد على أن بيتسو موسيماني يرفض الموافقة على أي عرض يأتي له من أجل التدريب حاليا انتظارا لموقف النادي الأهلي المصري من إمكانية عودته للفريق أو لا. مؤكدين في الخبر على أن موسيماني بيمني النفس للعودة من جديد إلى النادي الأهلي لتحقيق معهم لقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل من جديد إلى كأس العالم للأندية، حيث يرى موسيماني بأن النادي الأهلي قد يقيل كولر بعد تراجع النتائج في الأيام الأخيرة، وبالتالي يفتح الباب أمامه للعودة للنادي الأهلي. لذا على حسب هذه الأخبار موسيماني مستني الأول ويشوف الأهلي هيعمل إيه مع كولر، هل هيكمل مع الأهلي ولا هيمشي قبل حسم مصيره من العروض الأخرى التي يتلقاها.